فجبر الخواطر له صور متعددة، قد يكون بكلمة طيبة أو لمسة حانية أو بسمة صافية أو نظرة راضية، ويعظم حيثما تنفث عن مكروب أو تأخذ بيدي ضعيف أو تعطي مسكينا أو تمسح على رأس يتيم. ومن عاش بين الناس دابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. ولقد شرع ديننا الحنيف كثيرا من سبل جبر الخواطر وتطييب النفوس، من ذلك الكلمة الطيبة. قال ربنا جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وفي الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف. ومن سبل تطييب النفوس وجبر الخواطر الابتسامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إظهارك البشاشة والبشر. إذا لقيت أخاك تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة، فضلا عن كونها تطيب النفوس وتزيد المحبة. ومن سبل جبر الخواطر وتطييب النفوس التعزية والمواساة، تعزية أهل الميت وتسليتهم ومواساتهم وتخفيف الألم الذي أصابهم عند فقد ميتهم. التعزية هي حمل ذوي الميت على الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ومن وسائل جبر الخواطر إخراج الزكوات والصدقات. فالزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فتصبح حينئذ أخوة الإسلام ظاهرة، ويصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يحب أن يزيدهم الله من فضله، فتنتفي حينئذ وتنطفئ حرارة ثورة الفقراء. لأن الفقير قد يغيظ أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب ويسكن ما شاء من القصور ويأكل ما يشتهي من الطعام، فإذا ما أعطي من المال حقه وإذا ما ووسي وتصدق عليه فإنه حينئذ وإن كان لا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على أسماله الباليات، لا شك أنه يجد في نفسه حينئذ ما يهدئ ثورة حقده ويطفئ ثورة غضبه، ويقول: لنا إخوة يعرفوننا في الشدة فيألفون الأغنياء ويحبونهم. وكذلك عند مشاهدة بعض الفقراء أو اليتامى شيئا من قسمة الميراث، فمن الأفضل أن يخصص لهم من المال شيء يجبر خواطرهم ويسد حاجاتهم حتى لا يبقى في نفوسهم شيء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقد حث الله تعالى وحض رسوله صلى الله عليه وسلم على رعاية الأيتام والأرامل تطيبا لنفوسهم وجبرا لخواطرهم وسدا لحاجاتهم. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تسئ معاملته، وأما السائل فلا تزجر بل أطعم واقض حاجته، وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فحدث بها. من سبل جبر الخواطر وتطيب النفوس الاعتذار للآخرين عند الوقوع في الخطأ،
وقبول أعذار المعتذرين، فالحرص على الاعتذار عند الخطأ من وسائل تطيب النفوس. وكذلك الحال لمن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. من سبل جبر الخواطر وتطييب النفوس السلام، وإجابة الدعوة، وإسداء النصيحة، وتشميت العاطس، وزيارة المريض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. ومن سبل جبر خواطر الناس وتطييب نفوسهم من ذوي القرابات وأصحاب الأرحام، ومن الأصحاب ما يكون من تفقد أحوالهم ومن زيارتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ومن وسائل تطييب النفوس وجبر الخواطر تبادل الهدايا، فإن للهدية أثرا واضحا في تطييب النفوس وتصفية القلوب من الدغل والحقد والحسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد صحيح. ومن أعظم سبل وأجل وسائل جبر الخواطر قضاء حوائج الناس، فإن الإنسان أسير الإحسان، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إن الإنسان بالطبع يحب من أحسن إليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمده بمعونته وأعانه على جميع أغراضه في نفسه وأهله، فإنه محبوب عنده لا محالة. لقد أمر الله بجميع أنواع الإحسان، ويدخل فيه الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريغ كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله تعالى به. ومن الوسائل المهمة لتطييب النفوس وجبر الخواطر وعدم جرح المشاعر ومجانبة إيلام الأرواح عدم المن بالخير والصدقة. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يمدنا بمدد من عنده، وأن يحسن خاتمتنا إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم.